السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحلى مسا وأحلى صباح على قناة ميدو أبو مازن وكل من تابعونا وكل من شاركونا. صلوا على حضرة رسول الله عليه الصلاة وأول والسلام. بداية لينا وأول كلام لينا الصلاة على حضرة رسول الله، وقلنا الصيغة بتاعتنا مش هننساها واوعى حد ينساها صبح ولا بالليل، وهي بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنت له ولكل قلب عظيم فرج عني بسر بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يجعل هذا الدعاء ليكي ولكل الناس الموجوده. واحنا النهارده هنتكلم يا جدعان عن حاجه جميله قوي اسمها الرحمه. ربنا سبحانه وتعالى كتب على اسمه الرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الرحمه موجوده في قلوبنا وموجوده في كل مكان، حتى في اطفالنا، حتى في بيتنا، حتى في عيالنا. الرحمه موجوده، لازم تبقى في ديننا وفي عقلنا زي ما وصلنا سيدنا رسول الله. لو ما كانش فينا رحمه يبقى باش فينا خالص. الرحمه موجوده في قلوبنا، في ناسنا واهالينا واطفالنا وفي بيوتنا. لازم نرحب بعض، لازم نقعد مع بعض ونفكر مع بعض ونشوف الكلمه الحلوه الطيبه صدقه، والابتسامه صدقه بيننا وبين بعضينا، وبلاش نبقى فيه غل وحقد بيننا وبين بعضينا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يعني ربنا بعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمه لينا. قادر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في حاجه بدليل حاجه واحده. هنروح لقصتنا. قال لك اذا اذنب العبد يوم القيامه تقول الجبال يا ربي دعني انطبق على ابن ادم، وتقول البحار يا ربي دعني اغرق ابن ادم، وتقول الارض يا ربي دعني انشق على ابن ادم. الله عز وجل يقول اتركوه لو كنتم رحمتموه، لو كنتم خلقتموه لرحمتموه. يعني ربنا بيرحم واحنا مش هنرحم. يا رب يجعل هذا الكلام ليكم وكل الناس اللي بيسمعونا وكل الناس اللي يشوفونا يبقى رحمه بيننا وبين الناس كلها، في اطفالنا وفي بيتنا واهل بيتنا. يا رب تكون قلت عليكم ويكون كلامنا خفيف معاكم، واستنونا الحلقه الجايه على قناه ميدو أبو مازن. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.